لكن دفاع الرابطة الآن ميسرة، تمريرة موجودة ودفاع الهلال يستعيد الكرة، لعبت على اليمين يتقدم فيها جاجون، يتقدم فيها عبدول، عكسية ممتازة، ليليبو ماكابي الكونغولي يسجل الهدف الأول لمصلحة الهلال في هذا التوقيت، في أول طلعة هجومية، في أول مساحة وجدها الهلال على اليمين من جانب اللاعب المتقدم جاجون، حولها داخل منطقة الجزاء، وجدت السريع لليبو ماكابي. شوف جاجون تقدم في الكرة بالصورة المثالية، وبالتالي حول كرة داخل منطقة الجزاء، وباللمسة وضعها على يسار حارس المرمى الحارس شنان عباس، وبالتالي الفرحة الأولى زرقاء لمصلحة الهلال عبر الكونغولي لليبو ماكابي. ماكابي يسجل ثالث أهدافه في هذا الموسم في الدوري الممتاز، وبالتالي يتساوى مع وليد الشعلة. ماكابي ليليبو المهاجم الأيسر بالنسبة للهلال يضع الفرقة الزرقاء في المقدمة. فرحة كبيرة كما نتابع من جانب جاجون وردة فعل النجم النيجيري مع إحراز ليليبو ماكابي في الدقيقة 24 لهذا الشوط. ينجح الهلال في إحراز هدف التقدم في مباراة اليوم. عبد الحفيظ يوسف يستعيد الكرة الآن جاجون، تمريرا للأمام فيها تقدم وليد عكسية موجودة، جاجون يا مجنون، محاولة جارجو، لا 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 لا، فرصة كبيرة ضائعة، فيها جملة تكتيكية، فيها تحضير على أعلى مستوى، لكن مرت وتحولت مباشرة من حكم اللقاء أشار إلى ركلة جزاء. على ما يبدو الكرة اصطدمت في الساعد على ما يبدو لدفاع نادي الرابطة. شوف جارجو بعد ذلك التصويب، موجودة المحاولة والتقدير حكم اللقاء. الكرة اصطدمت بالساعد الأيسر لمرتضى بدوي، وبالتالي ياسر الله جابه لم يتردد في احتساب ركلة الجزاء، تصويبة اليسارية من الجامبي اللاعب لمين جارجو. على طول مرتضى البدوي يتعامل بالساعد الأيمن، وهنا لليبو ماكابي رابع الأهداف في الدوري لليبو. الثنائية الكونغولية لمصلحة الهلال في شوط اللعب الأول من خلال ليليبو ماكابي من ركلة جزاء سريعا يسجل الهدف بالتأكيد الثاني لمصلحة الهلال. يواصل هذا الشباك ويصل لهدف رقم 4 في بطولة الدوري الممتاز من خلال الأربع مواجهات، من 4 من 4، معدل تهديفي حتى الآن رائع بالنسبة لليبو ماكابي. شوف المحاولة وركلة الجزاء وضعها على يسار حارس المرمى، هو باغت صراحة حارس المرمى شنان عباس، وبالتالي تواصلت الفرحة الهلالية من جانب الكونغولي لليبو ماكابي. عبد الرؤوف تلعب عكسية داخل منطقة الجزاء والرأسية، مسك الختام براسية القاطرة البشرية اللاعب فيكتور فيدينيو، والرقصة تأتي والاحتفالية ما بين الأنغولي والكاميروني لمصلحة الفرقة الزرقاء. اللاعب فيكتور مانكي يسجل ثالث الأهداف لمصلحة الهلال بعد الكرة التي رفعت من جانب اللاعب عبد الرؤوف، وجدت راسية قوية كانت على يسار حارس المرمى أو يمين حارس المرمى عباس شنان عباس، وبالتالي فيدينيو يسجل أول أهدافه مع الهلال في بطولة الدوري الممتاز. شوف الراسية كانت قوية، وبالتالي هدفا هلاليا ثالثا في مسك ختام هذه الأمسية في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز. مشاهدينا الأماجد في كل مكان عبر قناة النيل الرياضية، إذن ما بين الأنغولي والكونغولي أتت الثلاثية لمصلحة الهلال، والذي أنهى عليها هذه المباراة